وكأنه فيلم بوليسي طويل بين سان جورج وسوليدار، آخر فصوله عملية كر وفر بحرية بين صاحب مشروع سان جورج فادي خوري وعدد من حراس مارينا سان جورج التابعة لسوليدار. وفي التفاصيل أن خوري وعندما كان يحاول نقل يخته الذي احترق منذ عام تقريبا من الأتسال إلى مارينا سان جورج يوم الخميس بهدف إعادة صيانته، كان له بالمرصاد جهاز أمن المارينا، إذ منعه من ذلك وأجبره على ركنه خارج حدود المارينا، لكنه بقي مصرا يوم الجمعة على إدخاله. وإليكم ما جرى. خوري كان عازما مع مرافقيه على قطع الجنزير الحديدي الذي وضعته سوليدار في وجه يخته من أجل إدخاله إلى المارينا، وسوليدار بقيت مصرة على عدم السماح له، متسلحة بمحضر رقم 4 على 703 تاريخ 28/5/2004، والقاضي بعدم السماح له بإدخال أي زورق إلى المرفأ الغربي من دون موافقة سوليدار. طالما القانون هلا بيسمح لنا، نحن عم نستثمر هالحوض المائي، نحن بدنا نديره. طيب هن عم يتهموكم بنكايات بينكم؟ لا، ما في نكايات، ما في الحمد لله. لا، كان البوت تبعه والصغير بفوتوا بيطلع ساعة اللي بده، والزباين تبعه مفوتهم يطلعوا ساعة اللي بده، بس ما ممكن نسمح بهيك بلد، بهيك حضارة، بهيك قانون انه يفوت هيك بضاعة على مارينا سياحي هي اللي هو ببيض وجه لبنان مش وجه سوليدار. بالعربي المشبرح يعني. هو إذا قرب لهونيك ما بيصير هونيك حد ملكه ممنوع؟ لا، ممنوع، لأنه الحوض المائي باستثمار سوليدار قانونيا، لا أكثر ولا أقل. هيدي النقطة المهمة، نحن خارج عن نطاق سوليدار، ولكن مثل ما بتقشعوا بيسموا حالهم هن بسوليدار هون، وهي هيدي الدولة، وبيسموا حالهم هن سوليدار هون، وعم بيحاولوا يغتصبوا العقار 1459 وغيره على المنطقة الغربية من سان جورج اللي هي خارج نهائيا من سوليدار. زي عم بيقولوا نحن خارج، شو جابهم لهديك المال؟ بدنا نقص الجنزير اللي هو تعدي على الأملاك العامة ونفوت على أملاكنا، لأنه ما عم يلتقى حدا بالدولة يعمل الحق. وهيدا الزلمة هون قال بده يقصصني، شاف، بدنا نشوف كيف رح يقصصني هلا. هذا العراك البحري قابله عراك أيضا بري بين شبان سوليدار وشبان سان جورج، وكل ذلك أمام أعين الأجهزة الأمنية التي بقيت في موقع المتفرج إلى أن انفجر الوضع. واحد يقرب وكلكم جوا، ما حد بيقرب عليكم، الله اللي بيقرب حابب ما بعدها حضر آمر مفرزة شواطئ بيروت العقيد ميلاد خوري مستنكرا ما يحصل. هيدا بده يرجع محله. ماشي، لا يرجع محله، بدنا شغله وحده، فكوا من هذيك المال. لا صراحة بدي افتح محضر انا اليوم. نحن ما عندنا شغله، 70,000 عسكري كرمال حضرتكم، انا بدي افتح محضر عدلي، اللي مزه بدي وقفه من مكان يكون، ان شاء الله يكون ربنا. هذا منه الشغل هذا. خلينا نرجع بس. انا 10,000 عسكري تركيك كذا مهمه بيروت كرمال يخت وكرمال حبله. خلينا نفكوا. وهكذا هدأت الأمور كالجمر تحت الرماد، وركنت القوى الأمنية يخت فادي خوري خارج نطاق مارينا سان جورج حتى إشعار آخر، لتعود الكلمة الفصل كما كانت في البداية للقضاء بين سان جورج وسوليدار.